جزيرة غامضة ومرعبة في البحر الأسود، وطاقم سفينة بيتوه في البحر بسبب عاصفة شديدة بتسوقهم للجزيرة الملعونة دي اللي أصلا ملهاش وجود على أي خريطة. وهناك بتحصل لهم أحداث مرعبة جدا، أصوات مخيفة، خيالات وأنوار بتظهر وتختفي، حيوانات وكائنات غريبة عمرهم ما شافوها في حياتهم، والأرعب سكان الجزيرة دي اللي أكيد مش من البشر. قصة غريبة جدا بيحكيها أحد أفراد طاقم سفينة كانت بتبحر في البحر الأسود. يا ترى إيه الحكاية؟ أهلا بيكم في برنامج منظور آخر. الحكاية بتبتدي بشاب روسي اسمه مارك، شغال مهندس ميكانيكي على سفينة روسية في البحر الأسود. بيحكي عن حادثة غريبة حصلت معاه، فبيقول إنه كان دايما بيسمع البحارة بيتكلموا عن البحر الأسود، وبيقولوا إنه غامض جدا ومرعب، ولكنه ما كانش يتوقع إنه يشوف ده بعينه. ففي مرة كان شغال على السفينة دي في البحر الأسود، ولما خلص شغله دخل نام، ولكن ما فاتش كتير وفجأة سمع صوت صفير رياح صحته من النوم، فلقى إن في عاصفة شديدة في البحر، فخرج لسطح السفينة وكان البحر هايج جدا، وكان عمال يجيب السفينة يمين وشمال لدرجة ان جدران السفينة كانت بتتكسر. ففضل يصرخ وينادي على افراد طاقم السفينة على الرغم انه ما كانش قادر يسمع صوته بسبب قوة الرياح. وبعد كام ساعة العاصفة هديت والشمس طلعت، فلقوا نفسهم تايهين في البحر وما كانوش عارفين يمشوا في اي اتجاه. وفضلت امواج البحر سايقة السفينة لحد ما بصوا قدامهم لقوا جزيرة بعيدة، على الرغم انه على الخريطة الملاحية مفيش اي جزر في المكان ده، وكانت السفينة اتضررت بشكل كبير بسبب العاصفة. فقرر مارك هو وافراد الطاقم انهم يرسوا بالسفينة على الجزيرة دي عشان يصلحوها وبعدين ينطلقوا تاني في طريقهم. ولما وصلوا للجزيرة كانت المفاجأة، فالجزيرة مأهولة بالسكان ومش مهجورة، ولكن كان اشكال الناس هناك غريبة، فكانت عيونهم حمراء وبتلمع، وكانوا بيبصوا عليهم من بعيد بنظرة مرعبة جدا، وكانت رمال الجزيرة بيضة ومختلفة عن اي رمل عادي. فحسوا ان الجزيرة دي مش امان ليهم، ولكن هيعملوا ايه؟ ما قدامهمش حاجة غيرها. فقرر ماركو والافراد اللي نجوا من طاقم السفينة انهم ما يتعاملوش خالص مع سكان الجزيرة ويبعدوا عنهم، خاصة ان الجزيرة دي غامضة جدا ومش موجودة على الخريطة، فهم ما يعرفوش ايه اللي ممكن يشوفوه ولا ايه اللي ممكن يحصل لهم. وبعدين بدأوا في تصليح السفينة من الأضرار اللي كانت فيها، وكانت كل حاجة تمام. ولكن بعد 3 أيام من وجودهم على الجزيرة ابتدت أحداث غريبة تحصل معاهم، شوية يسمعوا أصوات غريبة مجهولة المصدر، وشوية يشوفوا خيالات بتتحرك حواليهم. فشكوا في أهل الجزيرة إنهم يكونوا هم اللي بيعملوا كده عشان يطفشوهم ويخلوهم يسيبوا الجزيرة. وعشان يتأكدوا بعتوا كام واحد منهم ومنهم مارك عشان يستكشفوا الجزيرة، فلقوا مدينة مهجورة في الغابة، باين جدا انها مش تبع السكان اللي شافوهم في اول يوم وصلوا للجزيرة. ففضلوا يستكشفوا الجزيرة دي لحد الليل. ولما بقت الدنيا ضلمة رجعوا تاني يشوفوا خيالات حواليهم في كل مكان، ولكن المرة دي سمعوا صوت أقدام حد بيقرب ببطء ناحيته. فالتفت مارك عشان يشوف ايه مصدر الصوت ده، ولكن مفيش أي حاجة والصوت لسه شغال. وبدأ يحس إن في حاجة مرعبة بتلاحقهم في الضلمة، ولكنه مش قادر يشوفها، وما كانش فيه أي مكان يقدروا يهربوا ليه، فحواليهم ضلمة من كل ناحية. وفجأة شاف مارك حاجة غريبة ظهرت في الضلمة، وكانت بتقرب منه بسرعة جدا، ولكنه مش قادر يحدد هو ده ايه بالظبط. ففضل واقف مذهول وخايف لحد ما الحاجة دي وصلت لحد عنده، فغمض عينه من كتر الخوف، ولما فتحها ملقاش اي حاجة قدامه. فضلوا كده طول الليل عمالين يسمعوا ويشوفوا حاجات غريبة، ولما الشمس طلعت رجعوا للشاطئ وقابلوا باقي افراد الطاقم اللي كانوا مستنيين، فلاقوهم مرعوبين هم كمان وما ناموش طول الليل، لان هم كمان حصلت معاهم نفس الاحداث الغريبة وسمعوا نفس الاصوات وشافوا نفس اللي شافوه. فقرروا كلهم
انهم لازم يمشوا من الجزيرة دي في اقرب وقت ممكن، وكفاية اللي شافوه لحد كده. فبدأوا كلهم يشتغلوا في تصليح السفينة، ولكن لاحظوا ان سكان الجزيرة عمالين يراقبوهم من ورا الشجر، وكانوا بيبصوا لهم بنظرات مرعبة. فعرفوا انهم لو ما مشيوش في اسرع وقت هيكون مصيرهم الهلاك. وفعلا قدروا يصلحوا جزء كبير من الاضرار اللي كانت في السفينة يخليهم يقدروا يبحروا مرة تانية. ولكن فجأة لقوا نفسهم محاصرين في الجزيرة ومش عارفين يخرجوا، وابتدوا يسمعوا اصوات مخيفة جاية من الغابة. فقرروا بسرعة انهم يطلعوا للسفينة ويمشوا من الجزيرة دي. ولكن فجأة لقوا كائنات بحرية غريبة وشكلها مخيف طلعت من المية جنب القوارب بتاعتهم، وساعتها ما قدروش يتحركوا ولا يعملوا اي حاجة، رغم ان ساعتها ما كانش في بينهم وبين السفينة الا مسافة صغيرة جدا في البحر. ولكن للأسف المسافة الصغيرة دي مليانة بالكائنات المرعبة اللي عمالة تقرب منهم أكتر وحصرتهم من كل ناحية، وبتبص لهم بعيونها الحمراء المرعبة وأشكالها الغريبة اللي كانت بتتحرك في المية بطريقة مش طبيعية. وفي اللحظة دي ما كانش فيه قدامهم إلا الصراخ، ففضلوا يصرخوا ويستنجدوا لحد ما فجأة سمعوا صوت عالي جدا جاي من بعيد، والصوت ده شبه صوت الحيتان. وفعلا بعدها ظهر حوت كبير في المية وبدأ يحوطهم ويحميهم من الكائنات الغريبة اللي كانت بتهاجمهم. وبدأ الحوت يهاجم الكائنات الغريبة دي ويقتلهم لحد ما قضى عليهم كلهم، فما بقوش خايفين وحسوا بالأمل. وبعدها قدروا يوصلوا للسفينة وبدأوا رحلتهم للعودة للوطن. ولكن رعب الليلة دي بالذات عمرهم ما قدروا ينسوه. لا لا، ده مش حقيقة. بعد أيام رجعوا لأرض الوطن بسلام، ولما حكوا اللي حصل لهم في الجزيرة الملعونة دي الحكومة بعتت فريق من العلماء عشان يستكشفوا الجزيرة دي ويعرفوا حكايتها ايه، خصوصا انها غير مكتشفة ومش موجودة في كل الخرائط. والمفاجأة ان لما العلماء وصلوا للموقع اللي المفروض الجزيرة دي فيه ما لقوش اي حاجة، الجزيرة مش موجودة. وده خلى ماركو وافراد الطاقم اللي كانوا معاه يسألوا نفسهم هل كل اللي شافوه ده كان حلم ومش حقيقة؟ بس حلم ازاي وكلهم شافوه بنفس التفاصيل والاحداث؟ طب هل القصة دي حقيقية وحصلت فعلا ولا ايه نظامها؟ من رأيي انها بنسبة كبيرة ممكن تكون حقيقية، وان الجزيرة اللي كانوا عليها دي كان بيسكنها الجن، لان زي ما احنا عارفين فالجن بيسكنوا البحار والصحاري واماكن الخلاء وكذا مكان كده تاني. هتلاقوا تفاصيل اكتر في حلقة القرين اسيبها لكم هنا فوق. ودي كانت الحلقة الرابعة من سلسلة ما وراء الطبيعة. هتلاقوا الحلقات اللي فاتت في قائمة تشغيل على القناة للي حابب يشوفها كاملة. واخيرا قولولي في الكومنتات عمركم شفتوا خيالات او اصوات غريبة ملهاش اي تفسير؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ لا لو قاعد على السرير ولسه مش عارف تنام، لو بتاكل ولسه مخلصتش اكل، لو بتريح من الشغل او المذاكرة، او لو عجبك المحتوى اللي بقدمه، فانا مستنيك في الفيديو ده. يلا تعالى ورايا. ما جيتش ليه؟ يلا مستني ايه؟